صلى الله عليك يا نور يا خير من في المنازل يا رسول الله أنت النور. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف المرسلين سيدنا محمد ذي الخلق العظيم وعلى آله وصحبه الطيبين والطاهرين والتابعين على نهجهم إلى يوم الدين. يطلع يرجو مجلس قوة قوصرة ديكون ميتا إمام القاضي عيادي رحمه الله تعالى الشفاء بتعريف حقوق المصطفى يا غدو جيدر تحقا حلقة تاقشرة قولا دوجدولا باب دولي أدروي إس قولا دوجدول باب قيملي صلى الله عليه وسلم خصائص خيط تادرقس قفص ديشا دي الفصل تقاشادر شبات شيتلا أوهم تحسيسادر فصل دير في إبطال حجج من قال إنها نوم أزا إسراء معراج رحلة نابر قحدين دوش دول غد إز آن شارع كولش دول حجة جدوها تركع احتجوا سار دليل دول ديت بقوله تعالى قول ديال دشتس دال يخق وما جعلنا الرؤيا التي أريناك وأخونا قويتا دولش دول قور دنزر أخ إلا فتنة للناس نافا فتنة مات تفسماها دال صوتي ميقري رؤيا رؤيا يغرى غنا وري إزوغتار قلنا وياخ سنجوف قوله سندوشة وقيم الديال دوشة سبحان الذي أسرى يرده إزوغته وجده لأنه عنيش لا يقال في النوم غنا برقها ألت أسرى ألت صملقها نيقا وقرأ ولجد أسرى وقوله ثم دشو فتنة للناس يؤيد جعض أنها أسخل الرؤيا عين نابر قحدين دوزغ دوزج صمل قحا برقا دين دوزغ هم أسخلر وإسراء بشخص ديغت أز صمل قحا نيقا وقاخلر إذ ليس في الحلم فتنة عن ياجغ نابر قحا فتنة مجد ولا يكذب به أحد يسقو أسخار سدت لأن كل أحد هني أشخاصك يرى قشخو مثل ذلك ستيبار دخ قبلهاش في منامه شغنا برقها من الكون ديال قل مغر في ساعة واحدة تنصحتشو في أقطار متباينة أستا جان يدجل متقشك جان يدجل دنيا نستشك دنيا أولونشك دنيا مخكشك على أن المفسرين توصوا وتفسير عالم له قد اختلفوا وجباش في هذه الآية وآية تقع فذهب بعضهم ساري صبر اجتيجاب إلى أنها آية نزلت دساغلر في قضية الحديبية بالغقع إسراء معراج قصة دوتش حديبية بالغقع دسات أنرجبة وما وقع في نفوس الناس نياغ ديق مشكح ديجا دوش حمقها من ذلك حديبية خنج صلحة وقيل أن غير ذلك أصدواتش قدر الأقوال جدوخ تحقى العلامة الأرديز رحمه الله تعالى يزر تقادي الله شرقلها عالم سيقوق صندوق فتح الغفار بما أكرم الله نبيه المختار يخجد شرح فقيل إنه رأى مصارع المقتولين بغزوة بدر فأخبر بها فيقول صلى الله عليه وسلم دا غنا برقها بدري بوابج بوز ونخل ليقب بوموتكش برقين نرسن صملقها أجدعي تايرتو هذا ير مصرع الفلان حنيخ بوز بوموتكي هذا ير مصرع الفلان حنيخ بوز بوموتكيان أزغد يعني تشر وقيل أن رأى بني أمية يرقون فوق منبره كالقرود غانها شداوية وشدا دول طبوع بالله أمية ديزل بين برسن منبرش تبولش ميملش سن حقش تبولش تشر إزد يعني أنت تحقى خدمي إسراء معراج قصة تقع دسادات الآية يوصف
وأما قولهم أتاردوش إنه قد سماها في الحديث مناما قيمه صلى الله عليه وسلم حديث قاعد صغى غنابر يعني تيحقر وقوله تندوش في حديث آخر حديث بين النائم واليقظان تيسا والشوي صم والشوي يقي والش وقوله تندوش أيضا وهو نائم استيسا والشحالح يخشدو وقوله تندوش ثم استيقظت تعصم يلش يخشدو إردشاش فلا حجة في سنك حجة تات هذا غنا برجع خليها التي يخشن حجة تات إذ قد يحتمل طلب دار أن أول وصول الملك إليه دحر از ملك بيمر وش قاتر صلى الله عليه وسلم كان خنخلر وهو از بيمر خنشعيا صلى الله عليه وسلم از ملك از وش قاتر خان نائم تيسا وش أو أول حمله والإسراء به يا تملك از دحر دعوه خان از نوق وق خان وهو نائم از تيسا وش حاله خنخلر توضيح أصم وش أو ليس في الحديث قامت أنه كان نائما استحيث غنوئا في القضية كلها يدك سبلغك يدك سرهلتك إلا ما يدل عليه ثم استيقظت وأنا في المسجد الحرام يخجد تسودشاج شينتات نيس وجد ميلدوات تحصل ميلرسو سو المسجد الحرام شهول شحالها يعني فلا أدى قولا سندوش خلطرلو استيقظت سو ميلرسو يغر بمعنى أصبحت معنت ويدنك ميلرسو يعني ويد خان نيس ولرسو يعني معنت واستيقظ الصميان من نوم آخر قشنا برغ بعد وصوله بيته صم ولشي تغشي قاتل صوتها وجاء قشنا برغ الصميان خلر ويدل عليه سنتات نيسو أن مصره أصبحنا صلى الله عليه وسلم بيت المقدس وقرأ سجل وحقر لم يكن أسخن تغلر طول ليله عخش بيسن أسخن تغلر وإنما كان أسخندر في بعضه بيسن داققة لاتش داققة مهندس وقد يكون قوله تندوش خلطر له استيقظت وأنا في المسجد الحرام ثم يلرسو سواء المسجد الحرام شوح ولش حاله يغدل تندوش خلطر له لما كان غمره أسبايمر صلى الله عليه وسلم حلوة إذا دعوها خنحن بهندوش من عجائب ما طالع تنبعدين كتا دولش تامشين دولش حمق من ملكوت السماوات والأرض سيقليني لهتيني قيلا يوزوس ملكخ وهو مر باتنه تنا تشهين كتا تشهين إن دولش دهم بهندوش من مشاهدة الملأ الأعلى لقير عالم لقير طاب تنين خلق وما رأى اشتتنا دين دوش دهم بهندوش من آيات ربه الكبرى ديال ضحقا دوش آيات فلم يستفق حقي تندرس مهت يندرس ويرجع إلى حال البشرية أدمي حالك بيزندرس إلا وهو أزواج حال أحمر بالمسجد الحرام المسجد الحرام شوش اسفيار ديالش توريه الله تقاعد سنة بعد دين دوش تامشين هماش بهندوش تحمو دابها ستيسا وش حسبي غنغن تولتها تروح حكي ترسو تروح صوم يالرسو يعني ما عندوش خلطرلوس ووجه ثالث قال اسحاق نقبة عالم نخ أن يكون نومه واستيقاظه بيما صلى الله عليه وسلم تايسا خنغلر السو نابر صوم والر خلر حقيقة بوقنس على مقتضى لفظه تحديثي لفظه لخش تيب ولكن سبغد أسري بجسده تايسا والله ديغت بيت المقدس وقاوس وقلبه تندق خنشالي حاضر صم دير تايسا دلي الدق صم فانتسن ورؤيا الأنبياء بيهم عليهم الصلاة والسلام أغاخن شالي حق بق تنام أعينهم تار برقش نابيش خل ولا تنام قلوبهم تردق مش نابيش خل تردق مش صم خل وقد مال بعض أصحاب الإشارات صحب الله صوفية تيجب إلى نحو من هذا حد أخنخ تضيوج أولك قال تو أنت تغميض عينيه بيقول صلى الله عليه وسلم شبك دعبو جبر ما عنده شنطس استخوص يا شبك دعبو جبر يا خنطس تايسا بيرداس شبك دعبو جبر خنطس لئلا يشغله شيء تأهمنه أزمشل يقواتش من المحسوسات تسمى خال مش خالج دوش حميق عن الله تعالى وجل لقي رزقا والش الله
ولا يصح ميجتق ترلتق أن يكون هذا يرخلر في وقت صلاته بالأنبياء بايمرس عليهم الصلاة والسلام تولامز ديش خانقه بايمرس لامز ديش خانقه برجع دق إلا أسخلري تحيسا خلري تروج دات ولعله كانت له في هذا الإسراء تقو إسراء قات سنة خنخل ترلو حالات باش حالش تحضو حالش كصوم ولش تحضو حالش كتحيسا ولش تحضو حالش كبرجع دق إلا ولش تحضو حالش كبرجع ديلا ولش ووجه الرابع بئر سياق نقبة وهو أن يعبر بالنوم ها هنا حتى تشكي وحديث شكيها نابرت عبارة ألر لفظ ألر عن هيئة النائم تحيسا إلى جنكتق بالاتجاه أغر والرس أغر سقوة تحيسا سقمو أولي تحيسا واتجاه تحيسا سقوات أغر يعني أسخلرا تحيسا وإعنا اشتسياق خلر ترلو ويقوي إجعاد قوله تبايمري صلى الله عليه وسلم دشو في رواية عبد بن حميد روايتك عن همام غديسة بين أنا نائم يفهم صلى الله عليه وسلم وربما قال خيل أنت سو متجئ سو أغربان أولوش خانة وفي رواية خطبة روايتك عنه تو همام بين أنا في الحطيم سو حطيم قهولوش خانة عند حطيم يغرب يصمل القط وبولج بول سان قردنت نعرجي سلطة حقا مقام إبراهيم كي سلطة حقا هجرجي تقات شوتشوجو زيوبيس العلامة الأردي زوخ رحمه الله تعالى سمي حطيما ينتيقايتو لأن الناس حن يجنخ يزدحمون جوت لشغل قوس لشغل على الدعاء في حطيمي تقدر انت ويحطم بعضهم بعضا تمتش كي ساري سحجر وجج كقبو صوج أغا ستر بولش صوج تمتي قوتلش والدعاء فيه مستجاب تحطيمي دا دوش دو دعا جبلش دا قال أنت وقل من حلف هناك آثم إلا عجلت عقوبته تمتش كي قاردو بها نرش وساسك كزيك جعا كزيك تيجي قاردو بها سيجي تخصقوش هلق كل وقت وربما قال خيل يالرت في الحجر مضطجئا حجر شو وجاء حجر ده حجر إسماعيل الركن العراقي الركن الشامي يقير از لرد قص كعبة الله رجمي سنيالش إبراهيم بيمنو عليه الصلاة والسلام شيء وإسماعيل بيمنو عليه الصلاة والسلام كعبة يوتشان از حجر شيء يولش از حجر شيء واس شاني اس كعبة ده قريش تيبنو از حل يوتشان حزم جايز وقوله تندوش في الرواية الأخرى تحقق رواية عطف توجدير ويقويه إجعاد قوله تندشو يعني أويسو حتى عطف توجدير وقوله تندشو إجعاد في الرواية الأخرى قضى رواية بين النائم واليقظان يعني أندرس تحيسا أولشاي صوم أولشاي يقير أولشاي أغر من أولشاي هردس تحيسا إلا بهردس فيكون أسخول سمى هيئته شيء وجه إلى سكوت صوتيقة بالنوم تحيسا ألرت تحيسا واتجع لما كانت أسخنت شان هيئة النائم تحيسا أولشن كوت غالبا دخاي أولشان تحيسا أولشان دخاي أولشان أور والأولشمولي وذهب بعضهم صادقا صبرش تيجاب إلى أن هذه الزيادات هذه زياداتش من النوم إسماعيل صلى الله عليه وسلم توريها التي تحيسا إلى خلق وذكر شق البطن تنشي واتيا خلق حوه درخ ودنوي الرب ديل قرقوار حوه درخ الواقعة شو دحك دو زيادات درخ في هذا الحديث وحديث قه إنما هي زيادات أن أمثل من رواية شريك عن أنس شريك روايته أنس ترخ وهي دي ترخ رواية تخش درسك فهي تحقق زيادات منكرة هدش من رواية يتسو شريك رواية تحقق منكرة أولر وين أحسن راوي ضعيف ولش ثقة ولش دخل درس وديتش أي شريك يرى ثقة و سبق شيء أوثق ولش دخل دولش ديسات وحس سمدي على منكرة سؤاش فهي شاذة أن أندلاري نيسا خلر حديث علم استعلاء طعام بشغل هتا دا حلايها
أزامشكها حلق لبخ عالم نخ حديث عالم نخ شو شاذة منكرة شاذة أولج تساهل يشخني صار حد شدة تجاوب فهي منكرة من رواية تا منكرة يا ومتري شاذة أولج دي عردس سيادة الشيل تختيش مي والشان دخل دوج دي سادة شوش إذ شق البطن هنيالش شي يوتر في الأحاديث الصحيحة صحيح دو حديث إنما كان أسخندر في صغره صلى الله عليه وسلم قيمة زعمي والشان وقبل النبوة سنجواهي دوسلع يدو القاضي عيادي رحمه الله تعالى مذهبا هذا القاضي عياد أولو شنو مذهب دو شنو قيمة صلى الله عليه وسلم ناق بطبر أما خندات ديشو ديال نشخان تا حليمة السعدية يا رجل تنا رضاعة يوجنان يوج أزوق يوجن أما ناق بطبر خندات سنيخش تاك الحافظ ابن حجر الأسقلاني رحمه الله تعالى فتح الباري يا رجل شرح جعان أزمتك آيتي يوخ فحصر القاضي الشق في صغره ونفيه لما عداه مردود القاضي عياض رحمه الله تعالى ناق بطبر بوخه فإن صلى الله عليه وسلم زعمي قوشان أخنت قداه كخندات يا رجل سو حصر در از مردود ديو يختوج ده القاضي عياض نتاع يختوج ده إذا وشته فإن صلى الله عليه وسلم ناق بطبر بوخه بإتخمب دي شو ديان شان الحليمة السعدية تجرك أزول شان أخنت سمزه تاك إتشو ديان شان خنت سمزه شول شو ديان سنجة وحي دوس شان خنت سمزه شول إتشو ديان سبحانه صلى الله عليه وسلم إسراء من أراجي رحلة يول شاني دي إتخنت سمزه تاك ولأنه قال في الحديث قأتو حديث كأن من داره قبل أن يبعث قبل أن يبعث تبعد شو حديث رواية كه حاجة إمام بخاري التوحيد ده كتاب شو دال ده رواية تميل بيس شريك رواية شو دال قبل أن يبعث ده قبل أن يوحى إليه عنده معنى ستيتر أو دشر قبل أن يبعث قبل أن يوحى إليه جاء ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه إشتواص شو حديث لفظ أول إسراء كان خنت بإجماع عالم إجماع بعد المبعث فإمر صلى الله عليه وسلم دال خلقك دين خيتويتا شوطيح دعوة تدولا جوتا فهذا كله تحنت عمل دي ساتشو يوهين وهو يجدو ما وقع ديننا في رواية أنس روايتك أنس روايتك يا غلا أنس روايتك هذا داس أنا سخت شريكي روايتك دين الرأس مع أن أنس خلصت قد بين شو بيقول ده من غير طريق صحنيق أدوس مسيخ نيق أنه إنما رواه شيء حديث دي تخلر عن غير قشخ يعني أنس بن مالك فإن صلى الله عليه وسلم مدينة حوا كان إيش يعني أجمع خنوات إسراء من علاج والله فإن دي مدينة حوا يا خنت تاك الصحابة مراسيل أودير الصحابة مراسيل قابل ده نحن يالش سارة بخاري وشالع شو البحق بوش أصحاب الدود سارس وأنه لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم قيمة خزات غلط فقال ماذا أنت عن مالك بن صعصعة يعني أنت وفي كتاب مسلم كتاب قاعدة لعله عن مالك بن صعصعة يعني على الشك شيء كنت وقال مرة أنت كان أبو ذر يحدث دوسشا تاك العلامة الأرديس توردي سادوش فتح الغفار يا شيشار هجاحيوه وهذا أنس رواية قدين يجدو يا شمتشكي أقول آزيخ رواية أنس رضي الله عنه لم توهن مطلقا أنس رواية ما مطلقا حالي حق الدتادات وإنما وهنت من طريق شريك أستا تشريك روايته تشريك الناقة ضوء روايتي أصد إيشار بسبب ما وقع فيها من الشذوذ تنجح دين دوش شذوذ بهندوش وحتى قيل إن الآفة حديث جح نيستان دوش آفة من شريك نيستان ده وأما قول عائشة دوشة يعني أصلا ما فقد جسده فالنبي صلى الله عليه وسلم دغ دينزر
دواتش كوردينزر بايمري دياسون ولتن إسراء معراج جاهتن دير متى ديان غندات إلا جردين غندات دير يغر فعائشة لم تحدث به إذ مشديسات عن مشاهدة شين كيرت بارجشت إذ بارجورة مشديسات لأنها عن الجزء لم تكن حينئذ سبحان زوجة بايمري صلى الله عليه وسلم قسمنا عن هنياتس ولا في سن من يضبط يقام على قيتدش حلوات شاشرقة هنياتس ولعلها لم تكن ولدت بعد خلط الله الله إزمال في عنوات شخن خلص سبحان على الخلاف خلاف انتهى في إسراء متى كان أزمت خنت يا جوز خلاف فإن إسراء كان خنت في أول الإسلام عدو خان على قول زهري يا جوز تابعين إمام قول ده إمام زهري إذا بايبري صلى الله عليه وسلم دعوة عدو لن شر خنت يعني إسراء معراج تخطط يا جماعة عائشة دار يسخل سبحان الله مال خيان مشهور ومن وافقه إمام زهري توم بيشار قول انتهي بعد المبعث بايمر صلى الله عليه وسلم دال دين قيتي ويتاج وده بعام ونصف حشو أشهر ديال شنتين ينصر وكانت عائشة غني دار في الهجرة هجرة تقعا بنت نحو 8 أعوام تعبار شرك كاتشا هجرة كانت تعبار شرك ما كاتشا غنيت عائشة دار وقد قيل أن كان إسراء خندر ب5 قبل الهجرة فإمام صلى الله عليه وسلم هجرة له خشوها وقيل قبل الهجرة بعام هجرة له خشوها الخنتس والأشبه در أنه ب5 هجرة له خشوها الخنتس إذا إمام القاضي إياد قرد رحمه الله تعالى بشت توجه در إذا تحيت لخشر رجب بتشوها ورلش بيسن سخن خلص توجه در والحجة لذلك صحمن حجة طوال تطول داود ليس من غردنا إذا وين حشتغ وين لوتشو دات إذا وين عند إيش دات فإذا لم تشاهد ذلك عائشة هذا رسول استديتش دل تودنيسو أنها على ذلك على أنها أسخلت حدثت بذلك حديث عن ويدها قشو تق عائشة مرسل هوس فلم يرجح خبرها تحسن خبر توجدت على خبر غيرها قتشن خبر وغيرها عائشة يواتش دارسال خبر خنتش عليه يقول يا خلافات دولدر مما وقع نص دولش شيدين شوخ في حديث أم هاني غير اشتقشن حديثك وأيضا توصف فليس حديث عائشة حديث بالثابت ستادات شو حديث ذات والأحاديث الأخرى قدوش ده حديث أثبتوا تصوج عادة لسنا نعني وإذا سلوجة قدو حديث ألرس حديث أم هاني صار ده حديث وما ذكرت فيه خديجة شيء خديجة خاهج دين ده حديث رضي الله عنها ده رسول خديجة يعني أجمع إيش حديث جدا إيش حديث جدا سويدو ترش دعاه ويدي سادوش حديث جدي وعائشة صار ده حديث وش عادة يوت يشيء ما ضعيف حديث جدا لأنهما لم يردا في الصحيح يوخ إمام خفاجز نسيم الضياد ده شي شرقة يعني أم هاني صار ده حديثي شيء خديجة واجد حديثي صحيح قاعدين ذات وأيضا توصل فقد روي في حديث عائشة حديث جها ديتات ما فقدت يعني ما فقد يعني ما فقد جسده ما فقدت يعني فايمري صلى الله عليه وسلم دغ دواتش دينجرسون فايمري دغ دوا دينجرس كورتشو دوا وجه دزندرسون ولم يدخل بها النبي صلى الله عليه وسلم فايمر سوقيت تامات إلا بالمدينة مدينة مار فايمر زيا خينات مدينة مار وكل هذا وموضوع يوهنه از إيشدو فايمري صلى الله عليه وسلم إسراء معراج غنا برجع خنت ياخذ إيشدو بل بعض الذي يدل عليه صحيح قولها فعائشة قمالخ صحيح دوتشوشين تنيس وجدر فت أنه خديش أنه بجسده بس إسراء معراج فايمري صلى الله عليه وسلم ديغس خن خلر ده هنا لإنكار يتسو إنك الله يشان دار أن تكون رؤياه لربه Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam del bargur ru'ya aynin kirt bargit sani bargur khalara inklu yashanichu
ولو كانت عندها منامة نقاسر عائشة تاقرق إسراء معراج غنا برخن يلاري لم تنكره تنكرلو يقنشرسو عائشة تو دير أصل بيهمرا صلى الله عليه وسلم ديل وين واحد سيهات ديل باريوين واحد سنة نقاسن غنا برقع أسخن دارجتن إنكرلو يقنشرسو هاني غنا برقعها أس بارقورق إنكرلو يأنتامشي بوهمشو بس تاق تسو إنكرلو يشخن خوش خو عائشة تاقرق دير أصل إسراء معراج بيهمري ديل أصل ديغت صومل قاع أسخن خلر فإن قيل أولي فقد قال تبارك وتعالى اسمه وجدان معدي ما كذب الفؤاد دقو خاش تنزر ما رآه شين دينر يعني فقد جعل ما رآه تنبعد دينر مدري دال للقلب دقيق مدري سوس وهذا سوء يدل تنسموه على أنها رؤيا نوم غنابر ووحي لا مشاهدة عين برقا قوردوش وحس خالما قوردوش قلنا يقابله صندوق قوله تعالى ديال تحاق دشو ما زاغ البصر فيمري صلى الله عليه وسلم برقسا دعتي جنزر وما طوى الدوازون تخبيانتر فقد أضاف الأمر تقبوخ للبصر برقسك بلر وقد قال أهل التفسير تفسير عالم ناخ يعني شحال في قوله تعالى ديال دشقا ما كذب الفؤاد ما رأى يهجدل أي لم يوهن القلب دقو خيتي تنزر العين برقا غير الحقيقة بقن سدرمر بل بعض صدق رؤيتها دقو برقا بردين البقدر وقيل ما أنكر قلبه تندقو إنكر له يندر ما رأته عينه تنبرقا بردين دور شمائل فصل وأما رؤيته صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل عطيمنا عليه أفضل الصلاة والسلام يسخن ديال بارقور فاختلف السلف فيها تنجح سلف باش بهم فأنكرته عائشة ديال صل سننكر وياي حدثنا ويديتات أبو الحسين سراج بن عبد الملك الحافظ بقراءته عليه آسن تهديشرس قال سؤال حدثني أبي سداز ديتات سوك وأبو عبد الله ابن عتاب الفقيه ديتات قال تشني أنت حدثنا القاضي يونس بن مغيث قال حدثنا أبو الفضل الصقلي قال حدثنا ثابت بن قاسم بن ثابت عن أبي شيداخ قاسم وجده شيداخ ثابت تغيريسات وقال تشني أنت سداز ديداز حدثنا عبد الله بن علي قال حدثنا محمود بن آدم قال حدثنا وكيع عن ابن أبي خالد عن عامر عن مسروق أنه قال سوى خاتر الآن عائشتك رضي الله عنها يا أم المؤمنين هاي إمدلاش نيخنان هل رأى محمد ربه فيمرا صلى الله عليه وسلم يسمى ديل وينوي فقالت يا لرسو لقد قف شعري صديقة ترى مصغى الترق مما قلت عيانشخ 3 قبوخ من حدثك بهن تقابل خطسه وقامل دي ساسقة فقد كذب أسخاش لنوع من حدثك وقدي ساسقة أن محمد رأى ربه محمد عليه أفضل الصلاة والسلام شديل وينوع فقد كذب أسخاش لنوع ثم قرأ التاديشر لا تدركه الأبصار بعكسش تقوت سنيحته الآية وذكر الحديث وادر تاقز عائشة شي دير استنباطي تنشي اجتهاد تنشي رأي خنيس وقالت جماعة تنطابن أنت بقول عائشة رضي الله عنها دير عائشة دشت وهو المشهور ورد عن ابن مسعود ترخ دير ومثله صندر ضاخ عن أبي هريرة دير أنه إنما رأى جبريل فيمرا صلى الله عليه وسلم جبرائيل ملك دينتين ديل وينوات جبرائيل ملك دينتين واختلف عنه شو أبو هريرة باش بيام تشاري عند ديل بعجوينو يخشاري خنوزان تشاري عند وينوات يخشاري خنوزان وقال عند بإنكار هذا تنكر له يرسأ وامتناع رؤيته في دنيا شو أزبارقور يحكي تشخلرس جماعة طابنوا من المحدثين حديث عالم نها والفقهاء فقه عالم نها والمتكلمين علم الكلام عالم نها
وعن ابن عباس غدوت دارسه تقز جمهور مذهب أنه رآه بعينه فإبراهيم صلى الله عليه وسلم كيرت برجت بسمول ديال وينوع وروى عطاء ديسات عطاء بن أبي رباح ورقز ابن عباس تلميذ عنه ابن عباس ديسات أنه رآه تنديال برجت يعني بقلبه دقت وعن أبو العالية ديسات عنه ابن عباس أنه رآه بفؤاده مرتين فإبراهيم صلى الله عليه وسلم بسمول ديال دقت برجت يعني شط وذكر ابن إسحاق هذا أن ابن عمر عبد الله ابن عمر خضر رضي الله عنهما أرسل سجوهتا إلى ابن عباس عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما يسأل وسنقاتش هل رأى محمد ربه محمد ديل وين فقال يلرس نعم وين والأشهر تغور عنه صورة ابن عباس أنه رأى ربه بعينه تندير برجوين غرده برجت دير برجوين ويا ماذا مهندسين تاق برجور مش تخند برجت تخند يدك تخند يعني شو قولده أشهر در كيف برجت برجوين ويا غرده روي ذلك حديثات عنه من طرق مسيق ناقة وقال سبحانه إن الله تعالى وجدال اختص موسى بيمر ديال صامولسن قاستور بالكلام تنسق أمال دوتسرس وإبراهيم بيمر ديال صام قاستور بالخلة شدت تورس ومحمد صلى الله عليه وسلم محمد بيمر قاستور بالرؤية شيتن برجويترس وحجته حجة قوله تعالى ديال دوشده ما كذب الفؤاد ديجو خاشتنزر ما رأى شيندينر أفتمارونه أي تنسقوستي دوكشو على ما يرى تنقوش دولشنته ولقد رآه أزباقمين وسن نزلة أخرى حقيقة قال الماوردي شو أنت قيل أنت إن الله تعالى وجدال قسم كلامه ورؤيته شي ترقمالي شي برقوري ديقر بين موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم محمد بيمراي موسى بيمراي كي ديال صلى مشغول شنين فرآه محمد مرتين محمد عليه أفضل الصلاة والسلام شوز ويل إذا وكلمه موسى مرتين موسى بيمر شوز قمال درس وحكى أبو الفتح الرازي ديتات سليم الرازي وقتر وأبو الليث السمرقندي شو الحكاية يدوس عن كعب الأحبار يحجوز تابعي شو وروى عبد الله بن الحارث ديسات قال سويان اجتمع ابن عباس وكعب عبد الله بن عباس كعب الأحبار شيء واش كتر فقال ابن عباس يالر تياريسل أما نحن بنو هاشم هاشم ديزلدي فنقول ياخ إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه مرتين شديل وينو شوت فكبر كعب الله أكبر يالر حتى جاوبته الجبال صوج أعصو أزيانا الله مجتنا جبتل وقال يالر إن الله قسم رؤيته وكلامه بين محمد وموسى فصل وجدال شيقوري شترق أمالي محمد بيمراي موسى بيمراي شن بيمراي قديقات عليه السلام فكلمه موسى قمال ديت ورآه محمد وينو بقلبه شدقت وروى شريك ديسات عن أبو ذر في تفسير الآية آية تفسير قال سبحانه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه فهم راشي ديال باقي وحكى السمرقندي ديسات عن محمد بن كعب القردي وربيع بن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فهم ركعتان هل رأيت ربك هذا بينهن قال يلرس ورأيته بينس بفؤادي دقت ولم أره أزوين واحد بعيني كيرت برقت وروى مالك بن يخامر زيسات عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيان رأيت ربي سيدال بينس وذكر كلمة صدوش حادث فقال يلرس يا محمد فيما يختسم الملأ الأعلى لقير عالم لقير طاب ملكي طاب ملأ بيخاش كأوستجي الحديث القصة وحكى عبد الرزاق وديسات أن الحسن البصري خلر رحمه الله تعالى كان يحلف بالله ديال غضوب وشغلرس
لقد رأى محمد ربه محمد بيمنا صلى الله عليه وسلم شيدي البرجمين وحكاه إذا ديسات أبو عمر التلمن كيشو عن إكرمة وحكى بعض المتكلمين أصحاب الله علم الكلام عالمنا هذا المذهب يمذهب عن ابن مسعود عبد الله ابن مسعود ديسات رسول وحكى ابن إسحاق ديسات أن مروان بن الحكم خلد سأل أبو هريرة كحتا رسول أبو هريرة هل رأى محمد ربه محمد ديال بالبيريان عليه أفضل الصلاة والسلام فقال يا رسول نعم وين وحكى النقاش ديسات عن أحمد بن حنبل أنه قال سؤال أنا أقول أزياخ بحديث ابن عباس عبد الله ابن عباس حديث بعينه ورآه كيرت برجش ثاني بينوتسن أزديال برج بينوتسن يعني شو الله درت أكيد ده هالش حتى انقطع نفسه شو إمام أحمدي إذ أولج سقواش ضلل يعني لوس نفس أحمد إمام أحمدي قال أبو عمر وأنت أبو عمر قال طور حق أبو عمر التلمن كي وأزوخ إمام خفاجس العلامة الأرديس ملا علي القارز رحمه الله تعالى الحافظ ابن عبد البر خبيز زوخ الظاهر أنه أراد به سنتين سنين خورده ابن عبد البر فإنه الفرد الأكمل والأشهر جين شكها وهوش من تشكيل إخوار وعن الرؤسه إمام خفاجزة السابق ذكره أن يخ صحواه الحلوة هاروس العلامة الأرديس الظاهر أنه التلمن كيوز السابق ذكره صحواه الحلوة لابن عبد البر واحد ولو أراد الحافظ ابن عبد البر سنين والعري لزاده أوصافا كتاجتها ودرس وزن تذهب التباس دا حلقها باجو إير دادو حقجة كستتها ودرس وزن قال أحمد بن حنبل إمام أحمد أنت ورآه بقلبه دقت وينوس فإما صلى الله عليه وسلم ازديل دقت وينوس وجبنا إذا الله بنزر عن القول دوش آلر برؤيته از بارغورس في الدنيا دنيا جو بالأبصار كيرت بارغش وقال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى لا أقول از الداس رآه زوينو الداس ولا لم يره يوين واحد الداس سعيد بن جبير وخاطر جه توقف ده شاري خلون وقد اختلف باشمن في تأويل الآية آية تأويل قاع ابن عباس وإكرمة والحسن وابن مسعود فحكي ديسات عن ابن عباس وإكرمة رآه بقلبه فإما صلى الله عليه وسلم ديال برغينو أن دقت وعن الحسن وابن مسعود رأى جبريل الملك بارديرسن وحكى عبد الله بن أحمد بن حنبل إمام أحمد وعبد الله عن أبي شداغ أحمد وديسات أنه قال سداس إعلر أن إمام أحمد إعلر أن رآه فإما صلى الله عليه وسلم ديال وينو أن وعن ابن عطاء في قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك أي حناق بيلا بيتي وشورت بابيتي يهدو قال أنت شرح صدره تناق شورت بيرسو تناق بيلرسو للرؤية شي برقوي ترى وشرح صدر موسى بيمناق شير بيرسو للكلام قميلر وقال أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري إمام أشعري زانت وجماعة من أصحابه سنتهر شطابنا سنطابنا إنه رأى الله ببصره وعيني رأسه فإما صلى الله عليه وسلم يسخن ديال برقين كيرت برقشتان وقال أنتو كل آية هار آية أوتيها نبي من الأنبياء عليهم السلام بايهمر شخرة تحن بايهمر دندوز آية فقد أوتي مثلها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السنة آية ويبايهمر دنهل وخص من بينهم تانيق قواستيوس للتفضيل الرؤية دادا أوز بيزن باتانيق إز وزوجة شي برقويتر سندلر ثاني
ووقف بعض مشايخنا تحب الله تشيخش في هذا أونجا سيتاب توقف ده لوربمش وقال سعيد ليس عليه سنتي دليل واضح بالقل دليل لات ولكنه سبق جائز أن يكون خلط اللجم دأس يعني أنت قال القاضي أبو الفضل رضي الله عنه القاضي عياض رحمه الله تعالى والحق الذي لم تراء فيه شيء شيكو يوازجدو بقدر أن رؤيته تعالى ديال غور في الدنيا دنيا جائزة مجدة ترضوجدة عقلا حيقلقة وليس في العقل حيقلقة ده ما يحيلها از ترصدو ليتجدر والدليل على جوازها في الدنيا دنيا شو استردوش خلر انتهاء از مجيش خلر انتهاء دليل سؤال موسى عليه السلام لها موسى بيمون ديال ديهر ده ومحاض ترسو جمدي أيشان النبي بيهم على تخاد ما يجوز على الله هذه مجلس دلي وما لا يجوز على سنت مجلس دعاء تدي والبعض لم يسأل موسى بيهم ديال قدي هذا إلا جائزا غير مستحيل عقل جها مستحيل دعاتش خل تردوش دوش ده هم دوش تردوش دوش مجلس دوش ده هم ولكن سبق ده وقوعه جائز خلج ديجا خلج ومشاهدته قودي من الغيب قيلنا الذي لا يعلمه قيلي سخوش إلا من علمه الله دار خيتا شعمر جائز ده سبق ده غيبيات ده جوز فقال له الله اسمه دار ألرسنج لن تراني هون قولني سقوق واحد أي لن تطيق ولن تحتمل رؤيتي هنسقاش نسقاش بعد هون لا ضلني الله ده سبع قول ثم ضرب له مثالا تخصص وجدالة سنة مصلتيهر مما هو أقوى من بنية موسى بيمر يدياس ديغل جاء دوتشنس وأثبت صوت جاء صوتج دوتشنس وهو الجبل لامقص وكل هذا يبلغ ليس في زنجادات ما يحيل رؤيته في الدنيا شو أزبيسهم والديال بعرقوده ترصد وليتجدر والبعض في سنة جوازها أزمجش خلرده استرلوش خلرده على الجملة أوبشن وليس في الشرع جداس دليل قادم دليل على استحالتها أز مستحيل خلرده ولا امتناعها أز ممتنع خلرده إذ كل موجود هنيالش هذا دولج دول هم فرؤيته أز بعد جائزة ده غير مستحيلة ترسو ذات ولا حجة ذات دليل داس لمن استدل على منها از يختور دليل لا تشوا تان حل خير عائشة هير قيد راسه بقوله تعالى ديال دشت لا تدركه الابصار يخرج بركسش تقوت يخرج لاختلاف التأويلات في الآية وآية جها تفسير باش نبدأ وإذ ليس يقتضي قول من قال في الدنيا دنيا شح تربط يعني أنشر دش ومشلخ الاستحالة على الإطلاق تربش تغدر وقد استدل بعض بهذه الآية نفسها آية ثانية دليل صار على جواز الرؤية أرجو تربش غلطها وعدم استحالتها مستحيل تغلطها على الجملة وقد قيل لا تدركه أبصار الكفار يعني كرستها باكسيج تقودات وقيل لا تدركه الأبصار لا تحيط به باكسيج قوبة باتن بعض قوات أنت قوبة باتن وهو قول ابن عباس قول ده وقد قيل لا تدركه الأبصار باكسيج شاش تقودات وإنما يدركه المبصرون باكس دولش جوجورج تقوبتن وكل هذه التأويلات ومن التأويلات لا تقتضي أهلخت منع الرؤية أسباب قورة يختوغر ولا استحالتها يز مستحيل غلر وكذلك اشتلا حجة لهم كان حجة داس بقوله تعالى ديال دشس لن تراني يهدو الآية وقوله ديال دشس تبت إليك يهدو لما قدمنا وحال ديقر محدث ولأنها إذا ليست داس على العموم ولأن من قال أنسك معناها سلمان لن تراني سوغوني حنقوقاس في الدنيا شو يعني ما عندسن يعني أنر إنما هو أسو أنر تأويل لك وأيضا اشتفى ليس فيه سنجامة نص الامتناع از ممتنع خلر از يحكي النص وإنما جاءت أذن في حق موسى بيبني عليه السلام حق جه وحيث تتطرق التأويلات
تأويل اشتوارتش متشكي وتتسلط الاحتمالات تيب أرترد الرجاء تتوصلش متشكي فليس للقطع إليه سبيل تنجي خادم برنك قلسته إذا جاء الاحتمال سقط الاستدلال يعني قاعدة يرقى احتمال ديش استدلال أدوش وقوله تندوش تبت إليك يا أخي مكتوب دير أز يا أخي أي من سؤال آز دي غدخ ما لم تقدره لي هيقيلت أصول أوتي أدواز دوش ده هم يعني ما عندوش ده وقد قال أبو بكر الهذلي في قوله شديال دش قالان ترواني سقوني قوات سوني أي ليس لبشر أدم بقويات أن يطيق النسخ حشر أن ينظر إلي سوق حشر في الدنيا دنيا شو وأنه من نظر إلي سوق حاجة مات قلق وأن ما عندس وقد رأيت لبعض السلف والمتأخرين تحب الله سلف اشت سانت اخنش سانت اخبخاش متأخرين تحبوا شاندين ما معناه شيء ما عندر أن رؤية الله تعالى في الدنيا زوجة موضوع الدنيا شو بارجور ممتنع يوقي تجدس لضعف تركيب أهل الدنيا وقواهم دنيا أهل ويا تركيب تار نسقاشر إيشا دوم ده وكونها الدنيا خلرا معرضة دال يغا يوجو حيجر للآفات آفات تشتغل فان غلن فلم تكن لهم قوة تانا تشالي غلندر دنيا أهل وشتا على الرؤية ديال بارجورنته فإذا كان في الآخرة تبغى قيمة تنشو هالش وركبوا تركيبا آخر قشتي بار إيبيش ورزقوا قوة ثابتة باقية دالة تانا قيولج أولي قبول نزبولج ستابل بوسبول وأتم دال قاتش ديش أنوار أبصارهم تارة بركس النورش وقلوبهم تارة دقيمية نورش قووا بها تنتاني جعلوا على الرؤية ديال غورنده وقد رأيت نحو هذا حتى يصندوق أمال دينبسون لمالك بن أنس رحمه الله تعالى قال سفيان لم يرى في الدنيا شوين وات لأنه باق ديال وسق والجوام ديال ولا يرى الباقي وسق والديال قوي شاس بالفاني فان خندبك بوز بالبرقت فإذا كان في الآخرة قيمة تنشوهوش ورزقوا تانا أبصارا باقية دوسد دولار برق سدال سان دولش ري الباقي وسق والبسخون ديال قوة بالباقي بوسق بولش بولو تشوش آغش برقت وهذا كلام حسن مليح خوز دولش دول أمال ده وليس فيه تنقاده دليل على الاستحالة ديال قوة ترسولش خلانته إلا من حيث ضعف القدرة سجي نسقاشر إيشا خلر رحمر فإذا قوى الله تعالى من شاء من عباده يصنع داشي لاشرشين لينج وأقدره دات النسقاش على حمل أعباء الرؤية ديال بعد قولنا مطلار انتهاء لم تمتنع يقي تداس في حق الحق وقد تقدم هذا ما ذكر فواه ديال في قوة بصر موسى ومحمد عليه الصلاة والسلام موسى بايمالي محمد بايمالي بركسة تشاخ خلرجها فواه هذا ونفوذ إدراكهما تار إدراك تشك دوالش خلانتها بقوة إلهية دالير قوة دالير جالنت منيهاها داتوشين بايمالدان لإدراك ما أدرك شيء تقيرا ورؤية ما رأيه تان بعدين القولاي والله أعلم وقد ذكر القاضي أبو بكر الباقلاني رحمه الله تعالى وهذا في أثناء أجوبته عن الآيتين تشن آيته تو جوبر لتشيقي ما معنى شيء ما عندر أن موسى خلر عليه السلام أن موسى خلر عليه السلام رأى الله ديال برقين نوسن فلذلك أصبح دوش خرد بيجر الصعيقة دوغ يلدن كيتم شربان وأن الجبل ظلام رأى ربه تظلام ديال برقين خلر فصار خلر دكا إيتا بإدراكة خلقه الله له وسمجدات ظلام قلة واستنباط وذلك أدقر استخكر والله أعلم من قوله ديال دشغده ولكن سبط انظر إلى الجبل ظلام كحجل فإن استقر مكان شمتش نقاس الصوصي فسوف تراني هو سبوقهم ثم قال تعالى سمجدات فلما تجلى ربه
تنديل قوشان شخال الجبل صلام جعله دالبر دكاءات وحر موسى بيمر عليه السلام يجر صائقة دوغيل دنكيتم شروان وتجليه للجبل بس هم ديال الله ما قوشوال هو أصدق ظهوره له بس هم ديال موسى بيمر قوشوال حتى رآه شو موسى بيمر ديال سمولتن بس هم ديال قول على هذا القول حمس أقولا ده القاضي أبو بكر الباقلاني قولته وقال جعفر بن محمد جعفر الصادق ويان رحمه الله تعالى محمد الباقر وأخن شغله بالجبل بس وجدال موسى بيمر الله مشغل بر حتى تجلى شيبوش والد ولولا ذلك اسخن دي سريم لمات موسى بيمر دي أصلا والد قلخا هقور صائقا دوغ يلدن وجهلا صائقا يعني دوغ صدو نسخة صائقا مصدر دوغ يلدن بلا إفاق حقيقة الوجه وقوله هذا أقسم دشو يدل على أن موسى بيمر عليه السلام خلى انتهاء رآه بسهم ديال باجبين وقد وقع لبعض المفسرين تحول تفسير عالم ناخ دينت تحول تفسير عالم نهديجات في الجبل تو الله محقق أنه رآه تو الله ما بسهم ديال بيرئا وبرؤية الجبل له تو الله ما بسهم ديال باجبوست استدل دليل لاتد من قال أنشو برؤية محمد نبينا عليه الصلاة والسلام له تعالى ويبايمر أزبسهم ديال بارجين هورس إذ جعله حنيوش دال تشلوا ما أزبارجوردر دليل على الجواز أزبارجور تلوش خلته ولا ميري يشيكم وشي في الجواز إذا تلوش خلرجها إذا مجيش خلرجها إذ ليس في الآية حنيوش آية تشكل نصلات بالمن يجوف تورس وأما وجوبه لنبينا صلى الله عليه وسلم أوي بايمر أزواج بخلر والقول خنش عليه بأنه أصلص رآه أزوين بعين شكير برجس فليس في تنجا قاطع خادم دليل الله أيضا أشته ولا نسيت إذ المعول فيها نسنجها تطوج موتي على آيتي نجم سورة شن آية تهدى ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى يخرج آية تقش والتنازع فيه متارجة قوس مأثور طول جنسة حنق البيابة والاحتمال تردلر بعرقور تردلر بعرقين سخلر تردلر اللهم تشقي آية ممكن تردوجد ولا أثر يلا رياس قادمي متواتر يوش على النبي صلى الله عليه وسلم فيمر بذلك سنت وحديث ابن عباس عبد الله ابن عباس رضي الله عنه حديث خبر ده عن اعتقادي تشيء اعتقاده لم يسنده ازدوادات إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيمر فيجب العمل عمل الواجب خلش فيجب أن نسبة على توجد ملا علي القارش شرق على اختر دعات ولم يسند ويجدوش نفي جواب توجي فيجب واجب خد مدري العمل عمل باعتقاد مضمنه تشيل أسردوك تشترس عبد الله ابن عباس شيء استنباط شيء اجتهاد شيء رأي تحق سن رأي سن مذهبت سن اجتهاد عمل الواجب دات بينوت ومثله سن حديث أبو ذر الغفاري شنت رضوان حديث ده في تفسير الآية وآية التفسير وحديث معاذ رضوان حديث محتمل تردد للتأويل ده وهو أذا مضطرب الإسناد والمتن اضطراب توجده وحديث أبي ذر الآخر أبو ذر الغفاري شنت رضوان صحيح حديث مختلف باش ديانده تيب هذا باش ديان لفظ جدوس محتمل باش واونش تردد مشكل معنى خلط وتوجده مشكل من حيث معنى يخ إمام خفا جزاء نسيم الديار ده شيء شاركه معنى مشكل ده لجعله ذاته تعالى نورا هني يالشتو يسمى ديال ذات نور دم دير يسمى ديال ذات نور يدي يعني يوقف فروي دي سات ذكو دوتشلو حديث نور أن أراه ديال برجي هنا نور أن أراه يعني نور يختي غرصة ومعناه حجابه نور فكيف أراه يخ الحافظ سبت بن العجمي رحمه الله تعالى المكتفى في ضبط ألفاظ الشفاء يخجدوله شيء جيد حجابه نور تدل
حجاب نور فكيف أرى مش قصور تعين. وحكى بعض شيوخنا ويتحبوا شيخ ديسات أنه روي أز ديسات أن حديثي لفظ ديسات أن نوراني أراه أن نور أن أراه أن ديسات تحشر أن دواتش نور يحشو أداخل نوراني أراه أن يحتمل أن يكون معناه راجعا إلى ما سبق أي خالق النور المانع من رؤيته. يوخ فتح الغفار يحدوش شرقه العلامة العردي رحمه الله تعالى نور كلا رؤز تنورو أدم أزديال باربورو يختوخش. وفي حديثه الآخر سيحسن حديث قاعدة سألته خاطر فقال يلص رأيت نورا نور بعدينش وليس يمكن الاحتجاج دليلات ترلت بواحد منها تاريخ تحنيت على صحة الرؤية أزديال بعدين خلر صحيح خلر فإن كان الصحيح نقاس صحيح در رأيت نورا يعني قولي نور بعدين يعني فهو أذا صلى الله عليه وسلم قد أخبر ديساهم أنه لم يرى الله تعالى بعدين سخلر وإنما رأى نورا نور بعدين منعه وحجبه تنور أزيوتها عن رؤية الله تعالى ديال بالغورة. وإلى هذا يرجع درجة قوله سندوش نور يختي خرصة الحجاب نوري أن أراه مش كورسوس يعني أي كيف أراه مش كورسوس مع حجاب النور نور يوجد حجابة المعشي نسخة المغشي يعني للبصر بعد سهول دشو. وهذا مثل ما في الحديث الآخر قد حديث قال دوخش وتردق حجابه حجاب النور نور دريان. وفي الحديث الآخر حديث قال لم أره بعيني سيكيرت بعد زبين درسونس ولكن سبق رأيته زبيرس بقلبي سيدقت مرتين شط وتلا دي شرسو ثم دنا فتدلى والله قادر على خلق الإدراك تقير قولرته الذي يدرس في البصر بعد سيجع دوج دول إدراك قولرته في القلب دكتشو بصر قاعد دوج دول إدراك دقيقة قولر نسخوا جوز أو كيف شاء يشين دوج تيبار لا إله غير أزواج خديالات. فإن ورد حديث نص بين في الباب وباب يعني قاسن بلغل دوش نص دوش حديث دوغي وأعتقد سندوك تشتدس ووجب المسير إليه سن توج الواجب قل إذ لا استحالة في حديث سنجحا ترس دولار دواسم ولا مانع قطعي يرده قدمي أزيوت والمانع يواصل والله سبحانه وتعالى الموفق للصواب نيستوشن أهتو لشور توفيق لشور. فصل. وأما ما ورد أدينا في هذه القصة ودو ترجح من مناجاته لله تعالى وكلامه معه يسخن الله تعالى فيمن صلى الله عليه وسلم قمع داخل بقوله تعالى لكن داخل فأوحى إلى عبده يسخن وشتاشي لك وحيدر ما أوحى تو وحيدر إلى ما تضمنته الأحاديث حديث جه ثلاثة شنقات شوت. فأكثر المفسرين دقوا تفسير عالم النخبة على أن الموحية أزواحي دار خلرنته الله تعالى الله إلى جبرائيل الملائكة فأوحى يخشو الضمير الله جرزج عبد جبرائيل الملائكة دي أصل مالت جبرائيل الملائكة إلى محمد صلى الله عليه وسلم شلون أوحى يخشو الضمير جبرائيل الملائكة يرزج تاق بيمر يرزج الضمير صلى الله عليه وسلم تيحكي فأوحى إلى جبريل ما أوحى جبريل إلى رسول الله اشتدت التفسير يعني عليهم الصلاة والتسليم إلا شذوذا منهم تاريغ يستريان تاريغ يقيريان تاريغ أزيك تواب من لواتر. فذكر هذا عن جعفر بن محمد الصادق رحمه الله تعالى قال سوء أوحى إليه بس مجدا بايمرك وهيدر بلا واسطة يقيدين تحق ملك تواتش ونحو أسندر عن الواسطة. وإلى هذا ذهب بعض المتكلمين تحبوا الله علم الكلام علما عالم نقتجب أن محمدا صلى الله عليه وسلم
محمد كلم ربه شداز غمالدر في الإسراء إسراء وحكي ديتات عن الأشعري وذكر له أصحاه دات عن ابن مسعود تاق نسخة وحكوه عند ديتات عن ابن مسعود وابن عباس وأنكره آخر من قشا إنكلويات وذكر النقاش هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة الإسراء عنه صلى الله عليه وسلم إسراء قصة جحا عنه صلى الله عليه وسلم تبايه مرخ في قوله ديال دشجا دانا فتدلى يخرج قال أنت فارقني جبريل الملك عليه السلام أسترسخ فانقطعت الأصوات غرش تيديلر عني صخ غرش خادر صخ فسمعت كلام ربي سيدال قمع الخزرسون وهو يقول يا حال ليهد روعك يا محمد هي محمد صلى الله عليه وسلم حقير دجلت أدنو حقر قول يعني. وفي حديث أنس رضي الله حديث قال في الإسراء كانه منه عن صوت تردر وقد يحتج سار دليل لاسد في هذا أنك بقوله تعالى قمضيال دشت وما كان لبشر أدما بقوها الناس أن يكلمه الله دال سنقم يالدر إلا وهي دشناك تهمر أو من وراء حجاب انتهشك أو يرسل رسولا يدال ملك دوختجمر فيوحي بإذنه تدال أمر تدال بولميت ملك ما يشاء الله لور وهي دش فقالوا سلانت هي أذا ثلاثة أقرام قدر من وراء حجاب انتهشك كتكليم موسى بيمت قمال درختر وبإرسال الملائكة ملائكة دختر كحال جميع الأنبياء والصبوش بيمت حال يختر وأكثر أحوال نبينا عليه وعليه الصلاة والسلام ويبيمت دخاد وش حال يختر الثالث قال در قوله ديال دوشتا وحيا يخرج ولم يبقى تسنتر من تقسيم سور الكلام تقامل سورة تجديق إلا المشافهة قامل درمر مع المشاهدة بعرقوس وقد قيل أنت الوحي وهي هناوس هو ما يلقيه في قلب النبي صلى الله عليه وسلم يصم وجدال طيب لديك شو بلا واسطة يقيدين ملك يقيدين أهم دوت وقد ذكر أبو بكر البزار وهذا عن علي عيالغ دار أساس في حديث إسراء حديث ما هو أوضح تخبل قلادر في سماع النبي صلى الله عليه وسلم فيما خزاه لكلام الله ديال الكلام من الآية آية فذكر فيه تنجح حادرسه فقال الملك ملك ويالر الله أكبر فقيل له تحتنا يقبض إيالر من وراء الحجاب حجابة يشكر صدق عبدي سلي بقلير أنا أكبر سمصلو شمل واقعه أنا أكبر سمصلو شمل واقعه وقال إيالر في سائر كلمات الأذان أذانا تأخذ دشاشك مثل ذلك سوتر لدن ويجيء الكلام كما الضواد في مشكل هذين الحديثين أخشن حديثنا مشكل دول دشاشكها مشكل دوج أولا في فصل بعد هذا وانتهى ضوخ مع ما يشبهه تنتروي يتشنساني تحن وفي أول فصل أجر هذا الفصل من الباب باب منه تصور يعني تروي تصور دا تحت دوش باب حظ الفصل دوتر دي الله دوش باب حظ الفصل وكلام الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم يسمى جدال بيمر قامالدر ومن اختصه من أنبياء شي بيمر شخر عليه الصلاة والسلام شي قواست ويا تشارتس دال قامالدر جائز مجد تردوش ده أول ممتنع يقيد جداس أقل حاقلقه ولا ورد في الشرع قاعدين ذات قاطع يمنعه يختوغش خادم هم فإن صح في ذلك خبر نجاسا سنجها صحيح دور قام الضوي واعتمد عليه سنتوجك وكلامه تعالى كما ديال قام الله موسى بيمرس ده كائن دولج ده حق بغداد مقطوع بشيء خادم وش نص ذلك دال نصيات في الكتاب القرآن بالبناء للمجهول على الحذف والإيصال أي نص عليه إمام خفا جزا في شرقة نص على ذلك في الكتاب يعني خلط جردش دول على دقة ذلك الأخير نص ذلك في الكتاب القرآن شو نص
وأكده بالمصدر مصدر استدال تأكيد درس وكلم الله موسى تكليما دلالة تنسيش على الحقيقة ورفع مكانه بصوص دال موسى بايمري موتك اير ورفع مكانه دال موسى بايمري دال صموت موتك اير على ما ورد دين شنته في الحديث في السماء السابعة ورلو سيقل بسبب كلامه دال موسى بايمري دال صموت قمال در بحندور تحقق الحافظ سبت بن العجميز رحمه الله تعالى المقتفى في ضبط ألفاظ الشفاء يحضوشي جيت هذا الذي قاله عن مؤلف آنر دلي جاء في الصحيح قادين في بعض الطرق تصحدوا ناقشك تا إمام بخاري كتاب التوحيد يحضوش كتاب شو شريك تسأل دين دور روايتي تنقع دين أن موسى عليه السلام موسى بيمر في السابعة والله سيقل غنويا أو قال الحاكم وأن رحمه الله تعالى توالت الأحاديث حديث متواترة توجهت أن موسى بيمر عليه السلام في السادسة يا الله سيقل غنويا إلى آخر كلام سنقمال شيخ داود ورفع محمد صلى الله عليه وسلم يصنع دال بيمر إبر فوق هذا كله شمال دولشو مسيو سيلين لقي إبر دال حتى بلغ أسقاطشوت مستوى لقجمتي وسمعتنا خزلت صريف الأقلام قالمية دال كلا يزجوت قالمية تت فكيف يستحيل تهمشت ترسلجد في حق هذا حج أفايمري حق صلى الله عليه وسلم أو يبعد يمشت جاند سماع الكلام يسمع ديال أمال تنخزر فسبحان شي استعمل باش حمصنوق من خص من شاء شي لين والجوال شي لي قاست ديال بما شاء شي لين دوج دول ديكت ورفع بعضهم تاري أصحاب الرجال سو إيبا فوق بعض تحشانته درجات درجك والحمد لله رب العالمين. محمد يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله محمد يا رسول الله محمد